السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده ان شاء الله نازله لكم بحاجه حلوه قوي، وهي الطبخه ادمان المصريين. الطبخه دي طبعا ادمان عند كل المصريين، الاطفال والكبار. الطبخه دي محبوبه قوي والكل بيحبها، واللي احنا طبعا معتادين عندنا اللي دايما من اجدادنا ومن يعني اقدم العصور، اللي بتتعمل كل يوم جمعه. وهي الطبخة دي حلوة قوي، اللي هي الملوخية الخضراء. النهاردة أنا بصوا بقى جايبة لكم طريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة وعلى قد الإيد وبإمكانيات كل الناس. بصوا الحاجات اللي انتوا شفتوها، الهياكل والأجنحة وكل الحاجات ديت. طبعا أنا لما بجيب فرخة، بجيب بطة، بجيب أي حاجة، طبعا بسلقها أو بحمرها زي ما انتوا شايفين، يعني بشويها. فبجيب الحواجز اللي هي الأجنحة وكل الحاجة بتاعتها ديت، بحوشها في الفريزر عندي، وباجي في يوم بطلعها كده زي ما انتوا شايفين وبسويها. وبجيب الملوخية الخضراء بغسلها وانشفها كده حلو واخرطها. وطبعا انا بسوي الحاجات ديت تمام كده، وبعمل رز متحمر جنبها. الاكله ديت المفضله، انا بحبها وبعشق الاكله دي قوي. طبعا الرز الحبايه وحبايه، انا بغسل شويه الرز، بحمر منهم شويه لحد ما ياخدوا اللون الذهبي، وانزل ببقيه الرز لما يحمر معايا. وازوده بقى شوربه، لو عندك شوربه، عندك ميه طبعا ميه مغليه، تزودي ميه مغليه مع معلقه الملح. في شوربه بحط شويه شوربه مع شويه ميه مغليين، وطبعا بسيب النار ولع عليهم لحد ما يستوي كده، لحد ما يتشرب المية بتاعته، وبهدي النار لحد ما يستوي كويس. تمام كده، دي طريقة الرز المتحمر. بصوا بقى الحاجات اللي انا سويتها اللي انتوا شايفينها الجميلة القمر ديت. بصوا يا حبايبي، انا كذا مرة يعني انا يعني بروح اشتري فرخة، بلاقي الناس بتقف وبتجيب الحاجات ديت. ففكرة بقت منتشرة قوي، الناس ظروفها صعبة، فبلاقي اللي بيجيب أجنحة، بلاقي اللي بيجيب والله العظيم رجول فراخ، يقولوا إن احنا نسويها وياكلوها. الناس ظروفها طبعا زي ما انتوا فاهمين، فهي حاجة مش عيب ولا حرام. فطبعا أنا الحاجات ديت بدأت بقى أحوشها زي ما انتوا شايفين كده، بحوشها. وباجي بقى بجيب الملوخية الخضراء، بغسلها زي ما انتوا شايفين واخرطها كده كويس. والحاجات دي بمسكها بقى افصصها واحدة واحدة كده، والقوانص بقطعها قطع، والكبد. وطبعا مش عايزة اقول لكم شوية الحاجات دول والله العظيم يعني كافيين ان انت عملتي فرخة كاملة كده. فانا جبتهم وقطعتهم زي ما انتوا شايفين، وهنزل في الشوربة المغلية كده بالملوخية الخضراء، واحط ربع معلقة كربوناتو. تمام، عشان الملوخية تفضل واخدة اللون الخضار الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هقوم نازلة بالحاجات اللي انا قطعتها او الفراخ اللي انا قطعتها، هنزل كده بها في الملوخية، واخدها تقليبة حلو. بعد ما الملوخية خدت غلوة كده، الغلوة بتاعتها الصح، هنزل بقى كده تاخد لها غلوة كمان مع بعضها. واقوم بقى جاية عاملة الطشة الجميلة اللي المصريين كلها ادمان عندهم. يمكن الشعب المصري والشعب العربي كل الملوخية دي ادمان طبعا. معايا قرن فلفل احمر كده، قطعته قطع صغيرة وحطيته في الملوخية، ياخد غلوة مع الملوخية كده. وقليت التوم وقليته كويس كده. طبعا الطشة الجميلة اللي انتوا شفتوها ديت، هنزل بقى كده زي ما انتوا شايفين على الملوخية بالطشة الحلوة. الريحة بقى انا مش عايزة اقول لكم جامدة، يا الريحة حلوة قوي قوي قوي، قلبت الدنيا. يا الريحة مش عايزة اقول لكم جامدة جامدة جمدان. يا رب الطريقة دي تعجبكم، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. والوصفة دي حلوة قوي ومكوناتها سهلة وعلى قد ايد كل الناس. وانا بجيب كل حاجة على قد ايد كل الامكانيات. انا مش عايزة اقول لكم بقى كل ظروف الناس وكل الامكانيات، طبعا كل حاجة انا بجيبها سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة وموجودة في البيت. ويا رب كل حاجة بعملها تعجبكم وتشاهدوني كده دايما على خير يا رب. وابعتولي كده في التعليق وقولوا رأيكم ايه. وعايزة بقى لايك وشير، وعايزة كل العالم يشوف الفيديوهات بتاعتي طبعا بفضل الله وبفضلكم وبدعمكم ليا. يا رب يخليكم ليا كده يا رب ان شاء الله كده، ونشاهد بعض دايما على خير يا رب. ودايما كده استمتع بالتعليقات بتاعتكم، هي دي اللي بتفرحني وبتشجعني ان انا اكمل. والله لو تعليقاتكم انا ما كنتش هكمل، وده اللي بيشجعني. وكل سنة وانتم طيبين. وقولوا لي ان شاء الله كده رأيكم في الوصفة دي ايه. وكل يوم في جديد ووصفة جديدة، طريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلها على قد الايد. كل سنة وانتم طيبين.